بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها أمين. إنجيل هذا الصباح يا أحبائي هو إنجيل معلمنا لوقا الإصحاح رقم 16، وهو مثل مشهور جدا قاله رب المجد يسوع، لكن مثل ممكن يحير ناس كتير. يقول كده المثل ببساطة إن كان في إنسان غني عنده وكيل، عنده موظف بيدير الشغل بتاعه، فجم ناس وقالوا له خلي بالك الموظف اللي عندك ده مش أمين، بيبذر فلوسك ويضيع فلوسك. فصاحب المال ده جاب الموظف ده، جاب الوكيل وقال له بص أنا سامع عنك كلام وحش، أنت مرفوض خلاص، أعطيني حساب الوكالة، تعالى سلمني الشغل بتاعك خلاص أنت مش محتاجك. فيقول كده إن الوكيل ده قال طب أنا هعمل إيه؟ أنا لا هقدر أنقب، يعني مش هقدر أسرق، ولا هقدر أستعطي، ولا هقدر أمد إيدي للناس واخد، أنا كان ليا شنة ورنة يعني، فمش عارف هعمل إيه. فابتدى كده يجيب اللي عليهم ديون لسيده، وجاب واحد قال له انت عليك قد ايه؟ قال له عليا قد كده 100. قال له طب نخليهم 80. وجاب واحد تاني قال له انت عليك قد ايه؟ قال له عليك 50. قال له طب خليهم 20. وقطع الورق القديم وكتب ورق بمبالغ اقل. مين اكتشفه تاني؟ سيده. وكان الحقيقة المفروض رد فعل السيد يبقى مختلف. ليه؟ هو كان بيسمع عن الوكيل بتاعه انه بيسرق، بيسمع، لكن دلوقتي اتأكد ايه؟ بنفسه. لكن الحقيقة رد فعل الإنسان الغني صاحب المال كان رد فعل عجيب. قال كده فمدح السيد وكيل الظلم لأنه بحكمة صنع. يعني لما سمع إنه بيبذر فلوسه مشاه، ولما سمع إن برضه بيبذر فلوسه مدحه. طب إيه الفرق؟ الآباء يقولوا كده، أولا هنا المدح ليس على التبذير، مش على التصرف الغلط، لكن المدح على الحكمة، إنه إزاي اتصرف هذا الإنسان بحكمة بحيث الناس بعد كده يقبلوه. فالمدح هنا على الحكمة، دي نمرة واحد، مش على التصرف الغلط. لكن الحاجة التانية المهمة، نوعين التبذير اللي عملهم هذا الإنسان. الله يعطينا نعم كتير جدا جدا، يأتمنا على وكالة، يأتمنا ويدينا صحة، يأتمنا ويدينا مال، يأتمنا ويدينا خدمة، يأتمنا ويدينا مسؤولية أب بيرعى أولاده، أم بترعى أولادها، مسؤولية، أمانة في شغلنا. الله يعطينا مسؤوليات وأمانات كتير. الفكرة بقى كيف نتصرف مع كل النعم الإلهية اللي بيديها لنا ربنا. على فكرة ربنا مدينا فلوس عشان نبددها، ربنا مدينا صحة عشان نبددها، ربنا مدينا وقت عشان نبدده، لكن بنبدده ازاي؟ يا ترى أنا الوقت اللي ربنا بيدهوني ببدده ازاي؟ ربنا كان بيدي أبونا بشوي كامل وقت، كان بيبدده ازاي؟ كان بيعمل بيه ايه؟ يقولوا كده انه لما كان ينزل يفتقد في المناطق الصعبة خالص،
كان زمان على ترعة المحمودية في ناس عايشين في عيشة الصفيح على المحمودية كده، عيشة صعبة. فيقول كده لما كان بينزل يفتقد في هذه المنطقة كان يقول لتصوني أنجيل: هو احنا مش ممكن ناخد لنا عيشة من العيشش دي ونقعد جنب اخواتنا؟ يا ابونا انت هتضيع وقتك مع الناس دول، انت عندك خدمتك وعندك كنيستك. لكن ابونا بشوي يختار كيف يبدد وقته لكي يربح المظال الابديه. قد يكون في نظر الناس اتلاف، ما هم قالوا للمراه ساكبه الطيب كده: لماذا هذا الاتلاف؟ دي كسرت القاروره بتاعت العطر وسكبتها على رجلين رب المجد يسوع ولا على راسه. لماذا هذا الاتلاف؟ فيا ترى انا النعم اللي بيدهاني ربنا بتصرف بيها ازاي؟ وقتي بتصرف بيه ازاي؟ فلوسي بتصرف فيها ازاي؟ صحتي بتصرف فيها ازاي؟ كتير بيبددوا صحتهم. لكن نرجع تاني لابونا بشوي كامل في عز مرضه كان بيبدد صحته على الزيارات والافتقاد والسؤال، ويسأل على ده ويفتقد ده ويزور ده وي 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 وي. فربنا هيجي يسألنا: أنا ائتمنتكم على مال ظلم، ائتمنتكم على وقت في هذا العالم وقت ظلم، ائتمنتكم على صحة هتروح في يوم من الأيام، من فضلكم عملتوا بيها اتصرفتوا فيها ازاي؟ ويقول لنا كده رب المجد يسوع في هذا المثل إن لما يجيب واحد مديون ب100 ويخليه ب80، صاحب الدين ده هيعمل هيشكره لأنه عمل رحمة. تصدقوني أكتر حاجة هتفضل لنا في السماء هي أعمال الرحمة اللي هنعملها على الأرض. عشان كده يقول في الكتاب المقدس: ليس رحمة في الدينونة لمن لم يفعل أو يعمل الرحمة. فنفسي أحبائي كده وإحنا بنقرأ هذا المثل ما نستغربش، نقول إزاي السيد يمدح الوكيل اللي بيبذر أمواله. الحقيقة هو مش بيبذر، هو بيكنز له كنز في السماء. ربنا هيفرح إن إحنا نبذر، بس أهم حاجة نبذر إزاي؟ نضيع الحاجات اللي بيديها لنا ربنا إزاي؟ نضيعها على ونضيعها في ربنا يعطينا يا أحبائي إن إحنا نكون بالحق وكلاء ظلم، لأن العالم اللي إحنا فيه هو عالم ظلم. كيف نحول هذا الظلم إلى نور؟ لما نتصرف بالشكل اللي يخلينا مستحقين أن نحيا في المظال في المظال الأبدية. هتقول كده: حتى إذا فنيتم يقبلونكم في المظال الأبدية. من فضلك يا أحبائي الأيام اللي جاية أو الأيام اللي احنا فيها أيام صعبة، ناس كتير تعبانة وناس كتير متألمة وناس كتير ظروفها صعبة. ربنا بيفتح لنا باب لعمل اسمه عمل الرحمة. فمن فضلكم محدش يغلق أحشائه عن حد محتاج. ما أقولش أصل ده ما يستاهلش، أصل ده نصاب، أصل ده مش عارف أصل ده على طول بيمد إيده. خلونا نقدم عمل الرحمة دون أن نحسب أي اعتبار إلا للمسيح اللي قال عن نفسه كده: كنت جوعانا أطعمتموني، كنت مريضا فزرتموني، كنت مسجونا فأتيتم إلي. مسجون ده إنسان شراني، إنسان وحش، ربنا ما سألش. عشان كده كانوا يحكوا زمان عن بعض الآباء لما يزوروا حد عيان ولا يزوروا حد مريض كانوا يقلعوا الشوز بتاعتهم بره الأوضة، يقولوا لهم: ليه ما تدخلوا؟ يقول لهم: لا، ما أصل المسيح موجود موجود جوه. الفقير اللي انت بتساعده انت مش بتحط الفلوس دي في ايدين الفقير، انت تضعها في يد المسيح. الإنسان اللي بتطبطب عليه انت مش بتطبطب على إنسان من لحم ودم، انت بتطبطب على المسيح. ربنا يعطينا يا أحبائي أن نكون بحق وكلاء ظلم، نتصرف بحكمة حتى إذا فنينا يقبلوننا في المظال الأبدية. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها آمين.